هاي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير، وان شاء الله يومكم احلى يوم. واليوم اجيتكم بفيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن التحديث الجديد اللي نزلته يويا تايم قبل رمضان بشوي، قبل رمضان بيوم كذا بيومين حسب ما اتذكر. المهم بيقولون انه اساءت للدين الاسلامي ونزلت ملابس مش حلوه خالص 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 وعاريه كمان. وانا اليوم اجيت عشان احكي على هذا الموضوع. قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي كومنت حلو مثلكم يا احلى متابعين، وانا بحبكم كتير 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 وبموت فيكم يا احلى متابعين في العالم. المهم نيجي على موضوعنا المهم اللي لازم احكي فيه، واللي معظم اليوتيوب اللي تبع يويا تايم ومش يويا تايم كمان حكوا على هذا الموضوع. وكمان انا ما عجبنيش خالص خالص خالص، كأنهم استهزأوا بالدين الإسلامي فعلا. قبل رمضان نزلوا تحديث مش حلو خالص، وكمان كده ملابس عارية وما يمكن وصفها، يعني أكيد أنتوا شفتوها. المهم جيت عشان أثبت لكم إنه يويا تايم ما أسدش للدين الإسلامي، والله أعلم. طبعا في بنت اسمها توتشي اللي هي عملت فيديو اللي هي عم تتواصل مع شركة يويا تايم وحكت معهم من شان التحديث ده، وبعتوا لها رسالة قالوا لها انه احنا نعتذر جدا، واحنا مش قاصدين انه نعمل ومش قاصدين انه يعني نسيء لدينكم وكل حاجة دي، عشان انتوا بتعرفوا يويا تايم اكيد منشئها مو اسلامي، يعني مو مسلم، اكيد منشئها يعني مسيحي ولا كده، مش عارفة انا. المهم يا جماعة يعني بعثوا لها كده مثل رسالة كده وقالوا لها انه احنا مش قاصدين انه نسيء لدينكم، ومش قاصدين انه نعمل التحديث ده قبل العادات تبعكم، عشان احنا مسلمين عندنا رمضان وكل حاجة. المهم انا رح احط لكم الفيديو تبعها في رابط يعني رابط تبع الفيديو تبعها في صندوق الوصف كمان في التعليق المثبت، وروحوا شوفوه وتاكدوا بحالكم يعني. وانا بجد اقتنعت بكلامها عشان هي تتواصل معاهم يعني، وانا مش هسيب اللعبة عشان انا اصلا يعني بعدت عليها وكتير فضلت ما نزلتش يويا تايم من شان هذا التحديث، وكمان انا ازعجني جدا وما عجبنيش خالص خالص خالص. والمهم يا جماعة انه يويا تايم اثبتت انه مش عم تستهزأ بالدين الاسلامي، وانا رح افضل العب يويا تايم وعشان المسلسل وبس، يعني عشان انتوا بتحبوا مسلسل لعبة القدر رح افضل يعني رح افضل العب يويا تايم من شانكم يا جماعة. ودي هي بس يعني الحاجات اللي ممكن اثبت بيها انه يويا تايم مش هتسيء للدين الاسلامي، وانها مش قصده انه تنزل التحديث ده للاساءة للدين الاسلامي. وبس كده يا جماعة، واتمنى انكم تكونوا فهمتوني كويس. وانا رح احط لكم رابط الفيديو تبع البنوتة توتشي في التعليق المثبت، في التعليق يعني مثبت، وكمان في صندوق الوصف. روحوا شوفوه وتأكدوا بحالكم عشان تصدقوني يا جماعة. وبس ده هو فيديو اليوم بسيط شوي وصغير كمان عشان اتحدد كده، عشان ما تهجموش عليا وتقولوا انه انا كده يعني. المهم كمان في كتير بنات قالوا لي، وانا بشوف في تعليقاتكم كلها قالوا لي انه لازم تسيبي يويا تايم من شان ده التحديث المش حلو اللي هم عم بيسيئوا في الدين الاسلامي. وانا بشوف تعليقاتكم كلها واستنى حتى ايه بصور الفيديو واخبركم بده الاثبات، يعني عشان يويا تايم ما تسيئش للدين الاسلامي. وبس كده يا جماعة، ده فيديو اليوم، اتمنى انكم يكون عجبكم واتمنى انكم تفدتوا منه. وبس كده يا جماعة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان نوصل 5000 مشترك على اقرب وقت يا جماعة. وبليز يا جماعة كمان في حاجة تانية بدي اقولها، انه الدعم ده الفترة دي مش عاجبني خالص خالص خالص. وكمان المشتركين اللي بيفضلوا يشتركوا وبعدين ينتزعوا المشتركات، وبتفضل يعني الاشتراكات بتنقص، وانا بزعل كتير 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 عشان الاشتراكات بتنقص. وبتمنى منكم انه تشاركوني بالاشتراك، وكمان تضغطوا على زر اللايك، ودي حاجة بتفرحني جدا جدا جدا. وبس كده يا جماعة، يلا باي باي يا جماعة، ان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد. وبالنسبة للعبة القدر ان شاء الله راح ننزل على قريب، عشان الفترة دي فيها امتحانات واختبارات مش قادر اتصور، وان شاء الله على قريب راح صور لكم المسلسل وان شاء الله يعجبكم. وبس كده يا جماعة، يلا باي باي، بشوفكم في فيديو جديد.